مساء النور، مساء الخير، مساء كل حاجة زوينة. هاد الفيديو قدمته لكم بكل حب، والأساس ديال هاد الوصفة هو الجيكو بالدغميرة اللي تقدروا تقدموه على 3 ديال الأشكال، مع الناس، مع راسكم، أو في أهم الحفلات والأعراس والمناسبات البريستيج اللي تقدروا تقدموها بكل ارتياحية، لأنه كيجي لذيذ وهماوي وبريستيجي. هاد 3 الأنواع ديال الوصفات هي مجرد وصفة وحدة اللي كتحتاج توابل وحدة. بالنسبة للجيكو واحد كنحتاجو 8 ديال الدروس ديال الثومة، قرفة عواد، الإبزار، شوية ديال التحميرة ما كنكتروش منها، الملحة على حساب الذوق باش ما تجيش يعني مذاقها مسوس، كنحاولوا نذوقوها، الخرقوم، سكينجبير، ولا بدا من السمن البلدي، وجوج بصيلات كنقطعوهم شنانف هكا. والمهم من هادشي هو الزعفران الحر يكون مغطوس في الكلاصون، تعطي واحد النكهة خاصة. اما المقادير ديال مطيشه معسله كنحتاجو القرفه والزهر والمسكه حره، ونبداو على بركه الله. كنمزجو الكل بزيت البلديه بالمقادير ديال التوابل اللي عطيتكم، ديال زعفران الشعره، الملحه، الابزار، القرفه عواد، السكينجبير، الفلفله حمراء، الخرقوم. هادشي كله كنمزجوه مع السمن. واحد النكهه كتجي غزاله في المزيج كله، كان كيعطيه واحد اللذة معتبرة. كنخلطوا الكل مع البصلة، وما نساوش نحيدوا القليبات ديال البصلة باش ما يخسروش المذاق ديال التغميرة. كنحاول نفسر لكم بالتدقيق باش حتى نتوما الا قدمتوها هاد الوصفه هادي غادي تجيكم هائله. كناخذوا الجيكو كنفلحوه بيان سور، من نغسلوه مزيان، كنحيدوا منه الجلود، كنحيدوا منه الزوائد، وكنفلحوه كندهنوه كله بالدواخل في الداخل ديالو. ديك الفلحات كنعمروهم حتى هما، وكنقدروا نبيتوه. من الاحسن يبات او على الاقل يبقى واحد الساعتين مغلف. معلوم كنحاولوا نذوقوا بلساننا، كنزيدوا الملحه، كنزيدوا الابزار، كنزيدوا المهم التوابل اللي غادي تجي على القياس ديال الجيكو. ما نساوش العويدات القرفه، بطبيعه الحال ما نساوش الباديان حيت كيتواتى بشكل هائل مع الفواكه المعسله. من بعد ما قلينا الجيكو كنزيدو عليه الماء بزايد، وكنغطيوه ونخليوه يطيب على التهنديبه، يطيب على المهل حتى كيطيب على خاطرو. وكنمشيو المطيشه كنقسموها على جوج، نحيدو منها داك الزريعه ونبخروها. من بعد ما كتبخر كنحيدو لها، كنزولو لها داك الزوائد، وكنزولو لها الجلده الفوقانيه، وكنبقاو نمعسوها مزيان. عندنا هنايا السكر، بغينا نديرو السكر يعني سنيده كنديرو، بغينا نديرو العسل كنضيفوه. اللي ما بغاش السكر تيدير العسل على حساب الذوق ديالو، واش كياكل الحلاوه ما تياكلهاش. كنضيفو القرفه بزايد على حساب القدر ديال المطيشه باش تجي معسله مزيان. كنديرو واحد شويه ديال الابزار، وكنديرو شويه ديال السكينجبير. هنا كنضيفو شويه ديال الملحه باش كتجي المذاق ديالها ما بين مالح وحلو. وكنضيفوا شويه ديال زيت البلديه وشويه ديال السمن، يعني ان غابيل لداك الدغميره اللي درنا لها. هاد المقاييس ديال المقادير ديال العطريه. من بعد ما كتعسل مزيان كنضيفوا شويه ديال المسكه حره وشويه ديال الزهر، وكنخليوها تتعسل تتكاراميليزا مزيان باش كنقدروا نكوروها ونفندوها كيف ما بغينا. وفي نفس النهار كنت عاملة لقاء مع لاله منى بناني الغزالة، متواضعة، إنسانة كان ليا الشرف بالمعرفة ديالها. يعني غزالة خلوقة مؤدبة، يعني كيف تتشوفها في السوشيال ميديا كتشوفها قبالتك
يعني مباشر على المباشر كما هي. دوزنا وقت جميل مع بعضياتنا، وكان ليا الشرف باللقاء معها. ما نقدرش نوصف لكم كيفاش هاد السيدة كيفاش إنسانة طيبة في القلب ديالها قلبا وقالبا. وأكيد إن شاء الله غادي نعاودو نتلاقاو مرة أخرى. ودابا من بعد ما فندنا مطيشه معسله في البيستاش، نقدروا نفندوه في الزنجلان في اللوز افيلي ونخليوه على جنب. كناخدو الجيكو قبل ما يطيب بزاف باش نقدروا نهزوه، كنخليوه على جنب. وكنوجدوا هذيك لاصوص كنصفيوها باش نحيدوا منها الزوائد، وكنبداو نمعسو في البصله حتى كتنزل مع المريقه وكتنسجم مع بعضها. هانتوما كتشوفوا هذيك القريفه وداك الباديان كنحاولوا نحيدوه من ديك الصفايه، وكنبقاو نمعسو في ديك البصيله حتى كتنزل كلها لتحت كتذوب مع المريقه، ما كتجيش باينه، باش حتى الانسان الا كان ما كياكلش البصله راه يقدر ياخذ ديك الدغميره بكل اريحيه، حيت تكون داك الدغميرات البصله دايبه ما تتكونش باينه. كيف شفتوا هاد المرقه هادي راها بزايد، كنعاود تاني نرجعوها مع الجيكو، كنخليوها طيب عاوتاني على المهل حيت الجيكو مازال ما طابش بزاف، يعني بالنسبه للشكل اللي غادي نقدروا نقدموه. وبالنسبه للطريقه الثانيه نفس المقادير، غير الجيكو تيكون مقطع طراف او جوج ديال الجيكويات على حسب الناس اللي عندكم، وكنديروا نفس المقادير ونفس العمليه. من بعد كناخذوا النقاص او الايجاص. كاين هاد النوع ديال الايجاص او النوع الاخر اللي هو عباره عن ايجاص اللي هو صغير، كنخليوه وحدات يعني ما كنقسموش. اما هذا الايجاص اللي خديت انا كبير شويه كنقسمو على جوج، وكنديروا له التوابل اللي درنا في المرقه ديال الجيكو، كنديروا له الماء طيب باش كنساعدوه باش دغيا يطيب. من بعد ما كنديروا له زويته بلديه، وكنديروا له حتى شويه ديال السمن سمينه هكذا ان غابيل، كنديروا له شويه ديال القعقله وقريفه والباديان باش كيعطي نفس المذاق اللي في المرقه الجيكو. ملي كيطيب كنزولوا ديك الزوائد ديال القرفه والباديان، وكتقلى مزيان ديك المرقه كتعسل. كنزيدوها عسيله مع قريفه، اللي بغى يدير العسل كيف قلت لكم، اللي بغى يدير السكر على حسب الاذواق الناس كيف بغات. كنزيدوا واحد شويه ديال عصير الحامض، كيجي حلو وحامض، كيجي غزال. الا بغيتو تزيدوا له شويه ديال العسل على حسب الذوق. وكديروا له مسكه الحره، وكديروا له زهر، وكيجي المذاق ديالو كيحمق، كيجي طايب غزال. هذيك لاصوص كنديروها في هذوك النقيصات الايجاز اللي كنستفوه في اللحيمه باش ديك العسيله كتجي فوق منه غزاله، كيتمدقها الواحد مع ديك المريقه، كتجي الحلاوه مع الحموضه مع ديك الملوحه كتجي غزاله. وكنستفو حتى داك الكويرات ديال مطيشه معسله كنزوقوه كيف بغينا. وكاينه حتى الطريقه الاخرى اللي نقدروا نصوبوه حتى مع بعضياتنا، او ملي يكونوا حتى الناس حتى مع بعضنا كنقدروا نديروا هاد اللحيمه هكايا بهذه الطريقه. اما مني كنبغيو نصوبوا بطريقه هماويه وبريستيجيه ديال الحفلات المناسبات كنديروه بهذه الطريقه، كيجي غزال هماوي. وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد، وديروا جيم بارطاج كومونتير وتقولوا لي كيف جاتكم. الى اللقاء. لا سميه حبيبه ديالي غنديرو ديغستاسيون. وي يلا بسم الله. عرفتي واش جيبك فرشيطه؟ قلت لها لا حبيبه الخبز عادي بيان سور تجي كيسكل بالخبز عادي. بسم الله. ديليس. الله يعطينا الصحه وخلاص. الله يعطيها الصحه. الله يعطينا الصحه بجوجنا. فرانشمون سي ترو بون. جادور والله ما سخيتش بكم فريمون. جي باسي واحد لابريميدي مانيفيك، كنت جيت بريسو كي دابا الحمد لله كنخرج فرحانه والله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. نعاودوها ان شاء الله. ان شاء الله بيان سور غتجيو عندي للدار. مرحبا.